الإسلام منهم بريء. يا ريت كل المسلمين وكل المسيحيين، كل المصريين، كل المؤمنين، كل الموحدين في هذا البلد، وإحنا في يوم جمعة وفي ساعة غروب وأنا شايف النار وهم يحرقون بها قلب هذا البلد، ندعي ربنا جميعا: اللهم احرقهم بنار عدلك، فإنهم يحرقون الكنانة في أرضك ويكذبون عليك ويقولون أنهم يحرقونها بأمرك، يحرقونها بإسلامك ومن أجل شرعك. وهو الغريب يا استاذ انور ان حاليا احرقهم كما استاذ حرقوا انور اللي احنا بنتابعه دلوقتي على الشاشه هو سيارات اخرى بتمر موجود فيها غالبا قيادات بترفع السلاح الآلي وملثمين. يعني الوضع الحقيقه في ميدان رمسيس اصبح يعني لابد فيه من تدخل ولابد فيه من وقفه. يعني هذا الوضع يا استاذ انور غريب جدا، في استعراض واضح وفي بدأ الموضوع يكون في شكل من اشكال حتى الاحتفال. سوف ننتصر. هذه جماعه خرجت من الرئاسه وتخرج الآن من التاريخ. هذا محشرهم السيء وهذه خاتمه سوء. الله لا يذلك ولا يسيء ختامك. أخرجهم. نتمنى لهم أن يبقوا في السياسة. طيب. وأن يبقوا مع المجتمع. ممكن نعرف من زميلنا محمد مبروك قبل بس ما الاتصال يتقطع يا أستاذ أنور نعرف إيه اللي بيحصل. محمد اتفضل. ياسمين، الآن تطلق علينا باتجاه الكاميرات يعني عدد من الطلقات، وطبعا كما تشاهدين في ميدان رمسيس هناك يعني حالة من وصول لعدد من القيادات الجهاد تحمل أسلحة آلية. يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي في السيارات دي قيادات جهادية بتحمل الأسلحة الآلية وملثمين موجودين داخل ميدان رمسيس، وعلشان كده احنا شفنا هذه الحالة اللي موجودة في الميدان دلوقتي يا محمد. بالفعل ياسمين. طيب محمد طمني على سلامتك وسلامة المتواجدين وفريق العمل. يعني انت بتقول ان هم بيطلقوا الطلقات النارية باتجاهكم؟ يعني محمد طبعا واضح ان يعني انت مش عارف تكلمنا بشكل كويس. محمد قادر تسمعني دلوقتي او قادر تتكلم؟ طيب احنا هنحاول نرجع لمحمد مرة تانية وزمايلنا ممكن يطمنوا عليهم، لان واضح ان الوضع في رمسيس دلوقتي يعني التفويض اعتقد اللي كان للفريق اول عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو كان ضد الارهاب وضد العنف، وكنا بنتحدث حتى وقتها عما يحدث في سيناء او شكل من اشكال العنف اللي بيتم ممارسته في اعتصامي رابعه والنهضه، ولكن لم نتوقع هذا المشهد في ميدان رمسيس. بصي، انا اتوقع من الاخوان كل شيء، واتوقع من القرضاوي كل شيء، واتوقع من التنظيم الدولي كل شيء، وفعلا من قلب الموجوع كله يدعو معايا فعلا: اللهم احرقهم بنار عدلك كما حرقوا ويحرقون كنانتك في أرضك. اللهم احرقهم بنار عدلك، فإنهم يقولون أنهم يعملون بأمرك